السلام عليكم ورحمة الله. كيف دايرين أحبابي؟ كيف أخباركم؟ كيف أحوالكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية. آسفة على الغياب أحبابي، عاد رجعت من العطلة، فبغيت نتكلم على الخطاب الملكي لأنه مهم جدا. ولكن قبل غادي نجاوب على بعض التعليقات. فأولا غادي نشكر الناس اللي هناوني بالعطلة واللي يعني طلبوا مني باش أنني نستمتع بالعطلة، وهذا ما فعلته. غادي نجاوب على ناس وحدين اخرين اللي كنعرفوهم هرقاوة. فهرقاوة كاين منهم اللي صيفطوا ليا، كاين كاع اللي صيفط في الخاص. ملي انتيا وطنيه علاش ما دخلتيش دوزي العطله في بلادك؟ شكون قال لك انا ما كندخلش ندوز العطله في بلادي؟ هذه اولا. ثانيا من حقي انني نمشي اسبوعين درس ديال العطله، نمشي لاماكن اخرى من غير المغرب، خصوصا وانه في الصيف المغرب كتشعل فيه العافيه على جميع الاصعده. يعني سواء في الطقس كيكون سخون بزاف، زيد عليها انه يعني الاسعار كتكون مبالغ فيها، في حين ان هناك مناطق سياحيه كتكون اسعارها في اوروبا كتكون اسعارها احسن. فالعطله ديالي كنت ما بين ايطاليا واليونان. استمتعت بالعطله والحمد لله. وهرقاوة تفقسوا في التعاليق، وهذا الشيء اللي كاين. في ايطاليا شفت بزاف ديال المغاربه اللي هما كيقولوا غادي نمشيو لاوروبا باش نصوفيو راسنا، ولكن المناظر اللي شفت ديال ما كاين لا صوفاو راسهم لا حتى شي حاجه. يعني عايشين عيشه الماعز، هذه عرفتوا داك شي حاجه ديال الماعز، داك الفيلم. عايشين عيشه الماعز. علاش؟ لانهم ماشي ناس اللي ناضوا يخدموا ولا فهم قرروا يا اما يبيعوا المخدرات يا اما يسعاو ويدرونجيو الناس وهما دايزين. فملي كتكون دايز ولا سمعك كتهضر بالمغربيه كيلصقك لصقه ديال العمى في الظلمه، لدرجه انه كيشدك من يدك كاع باش انه يوقفك وباش يهضر معك وباش يسعالك، وكيديرونجيو الناس يعني بواحد الطريقه، واحد الوسخه وواحد الحاله وواحد يعني لدرجه انك تنكر راسك واش مغربي. هرقاوة راهم مخسرين العالم، لان هرقاوة كاينين افريوير، فين ما مشيتي كتلقاهم. فداك الشيء اللي شفت على المغاربه اللي هادوك اللي كيكتبوا في الفيسبوك وداك الشيء نخرجوا من هاد البلاد اللي كحلاو ونمشيو نصوفيو راسنا ونمشيو نديرو راني شفت بعيني داك كيفاش صوفيتوا راسكم، وكيفاش انكم عايشين بحال الماعز نيشان. كينعسوا في الزناقي متسخين مشرد، داك التشمكير وداك الشيء اللي كاين هنا كاين دايرينو في الطاليان. داكشي ما كاينش في البلد اللي كنعيش فيه في المانيا، ما كنشوفهمش، يعني ما كيبانوش ليا المغاربه بزاف في واحد المنطقه انا اللي ما فيهاش المغاربه بزاف، ولكن شفتهم بزاف في ايطاليا. هما وهادو افارقه جنوب الصحراء، يعني بزاف ديال توانسه دزاير وهذا ومجموعين دايرين الفوضى ومسخين واحد الدنيا، ويعني واحد الحاله دايرين لا حول ولا قوه الا بالله. هذا هو الهرقاوي اللي كيدخل عندي للتعاليق ويقول لي علاش ما ديريش. وحق مغاربه العالم ما عندهمش الحق يهضروا على المغرب. اوف كورس عندي الحق نهضر على المغرب بلادي، واخا انني كنعيش برا الا انني دائما هازه الهم ديال المغرب في قلبي. ودابا غادي ندوزو للخطاب الملكي. الخطاب كيف شفتوا كان البارح كما عادته خطاب دبلوماسي عالي، النيفو عالي جدا. أهم ما قاله جلالة الملك البارح، واللي كنفتخروا أنه ملكنا، نفتخر أننا مغاربة وأن عندنا ملك من هذا المستوى. هي أهم جملة جات في الخطاب الملكي هي لا مكان اليوم لمغرب يسير بسرعتين. وهذا الشيء دائما كنتكلموا عليه. هناك المغرب اللي كيمشي بواحد السرعة ديال التي جي في، واللي هو يعني يدفع به المشاريع الملكية. وهناك مغرب اللي كيسيروه السياسيين واللي كيسيروه الهرقاوة،
واللي هما كيحاولوا انهم يخليو داك المغرب متخلف. علاش؟ لان تما فين كيلقاو الضربه ديالهم. فجلاله الملك قال لهم لا مكان، يعني سي فيني داكشي اللي كديروا. وانتر بارونتيز يعني غادي نذكر واحد الحكم قضائي اللي حكم على 3 ديال الفاسدين اللي كانوا كياكلوا الرزق عباد الله. منهم هذاك امبراطور بوزنيقه كريمين، ومنهم البدراوي اللي هو كان الرئيس ديال الرجاء. اظن ان البدراوي تحكم ب5 سنوات سجنا نافذا، كريمين تحكم ب7 سنوات كنظن سجنا نافذا. البدراوي واش 5 ولا 6؟ الاخر تحكم ب7 سنوات سجنا نافذا. هذا راه كان امبراطور كبير، هو اللي كان مكلف بوزنيقه وداكشي، وهو اللي كان مكلف ايضا بالقطعان ديال الغنم والابقار وداكشي وهذا. ف يعني خداو احكام، وواحد اخر معاهم ايضا هو كان في بوزنيقه ايضا، اظن انه خدا 4 سنوات. احكام قاسيه في حق الفاسدين، وباقين غادي نشوفوا احكام اقصى واقصى، واي فاسد غادي يدفع الثمن. هنا غادي نسد القوس. فجلاله الملك يعني لا كي يعني الى جانب هذيك الجمله اللي قلت لكم، فهو قال لن اكون راضيا مهما بلغ مستوى التنميه الاقتصاديه ان لم تستهدف جميع مواطني المغرب في كل الجهات. يعني هذاك التهميش وداك الشيء ديال شي وحدين كيشدوا الميزانيات وكيمشيو يشريو بها السيارات وكيهمشوا الناس وكيخليوهم بلا امبولانس وكيخليوهم بلا ما بلا ضو بلا انترنت بلا هادي، سي فيني. صافي راه خاص الخدمه، خاص الناس تخدم، لانه ما يمكنش كتلقى الهرقاوي ولا كتلقى مثلا يخرج الهضراوي ولا يخرج بوغريسين ولا ويبقاو يخطبوا داك الخطابات العدميه ديالهم، فكيوصلوا للناس انه هادوك راه مساكن ما قادين يديروا والو، كلشي كيديروا الملك. لا، هادوك الناس راه عندهم كيخدموا كيخرجوا لهم ميزانيات، راه كيخرجوا لهم الفلوس ديال الدوله، كتعطى لهم ميزانيات باش انهم يخدموا داك البلايص، باش انهم يخدموا المواطنين، باش انهم يوقفوا على حاجيات المواطنين، ولكن ما كيديروا حتى شي حاجه. داكشي علاش كيتعاقبوا، داكشي علاش كيدخلوا للسجن، داكشي علاش كيتم الحجز على الاملاك ديالهم بحال مبدع. داك الشيء علاش؟ لانهم كيديروا الاملاك الطائله، فاللي بغى يعني يولي غني بسرعه فائقه شنو كيدير؟ كيدخل السياسه. كتلقاه عامين 3 سنين كتلقاه ولاه ملايري، دار الفيرمات، دار في حين انه المنطقه اللي هو مكلف بها ما دار فيها حتى شي حاجه، ما خدم فيها شباب، ما دار فيها شي يعني شي استثمار، ما جاب لها شي استثمار اللي هو يخدم هذوك الناس ديال هذيك المنطقه، ما دار لهم فين انهم يخرجوا، فين الشباب انه يضيع الوقت بدل انه يبقى فريسه ديال المخدرات ولا هذه. يعني ما كيديروا حتى شي. بالنسبه لي انا هذا اهم ما جاء في الخطاب الملكي، مع أنه تم من بزاف ديال المغاربة تم التركيز على ما قاله على الجزائر. فجلالة الملك وجه الخطاب ديالو للشعب الجزائري بعدا، ما وجهش الخطاب ديالو لا للرئيس ولا للعسكر، فهو وجه الخطاب ديالو للشعب الجزائري في يعني ميساج باين أنه يحمل مسؤولية ما وصلت إليه العلاقات بين المغرب والجزائر، يحملها للإدارة ولا للنظام الجزائري أمام الشعب الجزائري. يعني الخطاب راقي وذكي باش أنهم كل شيء يفهموا. طبعا غادي يتم تحويره من طرف العدميين والسلبيين ومن طرف بوصبع اون جينيرال، غادي يتم تحوير الكلام ديال جلالة الملك. الكلام كان باين واضح، الملف ديال الصحراء سالا، فاحنا مستعدين اننا نحفظوا لكم ماء الوجه ديالكم. هذا هو الرساله اللي صيفت جلاله الملك للجزائر. تكلم ايضا سيدنا امير المؤمنين حامي حمى المله والدين، وما كاينش من غيره اللي كيدير هاد المهمه. تكلم سيدنا على المنجزات اللي تحققت في المغرب،
أشار فيها إلى أنه المغرب تحول إلى بلد صناعي والحمد لله، وأشار فيها إلى البنية التحتية وزيد وزيد وزيد. تكلم أيضا على النواقص وأشار إلى الصحة والتعليم بحال جلالة الملك بحال المواطنين. أيضا أشار إلى أنه هناك مشكل في الصحة والتعليم، واللي أظن بأن يتم تدمير هذا القطاعين بالعاني. هناك أيدي وراء هذا القطاعين لأنهما هما سر التنمية ديال البلاد، فهناك من يعبث بهذين القطاعين، لأن الميزانيات كيتبدلوا كيطلعوا كيتعطاو ميزانيات مزيانين، الأجور زادوا فيهم، فماذا ينقص باش أن هاد القطاعين يزيدوا للقدام؟ فبما أن جلالة الملك تكلم على المنجزات اللي دارت في عهده في المغرب، وهذا الشيء باين وواضح، 26 سنة ما شاء الله المغرب قفز قفزة كبيرة إلى الأمام. خاص غير الواحد يرجع للفيديوهات يشوف القادم ويشوف الجديد، مع أن هناك العدميين والسلبيين وهرقاوة اللي باقين كيهضروا على المغرب في الثمانينات. ففي عهد الملك أمير المؤمنين سيدنا الله ينصره، الناتج الداخلي الخام سنة 1999 كان حوالي 42 مليار، واليوم تجاوز 140 مليار، وهناك من يقول أنه بالفعل على أبواب 200 مليار. الاحتياطي من العملة الصعبة كان أقل من 5 ديال المليار ديال الدولار، واليوم يفوق 47 مليار دولار، وهذا الشيء راه شي حاجة كبيرة. نسبة ديال التمدرس في العالم القروي كانت أقل من 55%، هذا الشيء في 1999، واليوم تجاوزت 95% في الابتدائي. الكهرباء في المناطق القروية كانت يلاه واصلة ل 18% من الدواور، واليوم وصلت ل 99% مع صعوبة بعض التضاريس. عدد المسافرين عبر المطارات ديال المغرب في 1999 كان لا يتعدى 5 ديال الملايين، اليوم يصل إلى أكثر من 27 مليون مسافر سنويا. إنتاج السيارات ما كانش عندنا في المغرب، أو كانت هناك بعض المحاولات ديال إنتاج بعض القطع وداك الشيء، ولكنه اليوم أصبح المغرب المنتج الأول للسيارات بأكثر من 500 ألف سيارة سنويا. معدل الأعمار ارتفع من 66 سنة إلى 76 سنة، في إشارة إلى تحسن في الخدمات الصحية. عدد الجامعات كان محدود جدا، واليوم انتشرت ماشي غير الجامعات فقط، ولكن انتشرت أيضا المعاهد العليا بكثرة، والمدارس التقنية والمعاهد ديال التكوين المهني في جميع المدن، واللي هي تكون الناس على مستوى عالي. الطريق السيار بالمغرب لم يكن يتجاوز 100 كيلومتر، كان عندنا غير ما بين الرباط وكازا. اليوم المغرب كيتوفر على أكثر من 1900 كيلومتر ديال الطريق السيار. معدل الربط بالماء الصالح للشرب انتقل من 60% في 1999 إلى أكثر من 96% في 2023. الطاقة المتجددة لم تكن تتعدى 0.5%، إنتاج اللي كان كيجي غالبا عبر السدود. اليوم تمثل أكثر من 42% من الباقة الطاقية اللي هي جاية من الطاقة المتجددة، وغادي تتعدى من هنا ل 2030 غادي تتعدى 50% بفضل المشاريع العملاقة ديال الطاقة المتجددة اللي دايرها المغرب. هذه ماشي مجرد أرقام أو هضرة بحال داك الشيء اللي كيخرج به الرئيس الجزائري، ولا يعني أرقام فلكية. هذا الشيء الناس حاسينه على أرض الواقع. المغاربة اللي عندهم أمراض مزمنة
كيداواو، والدوله كتوفر لهم ادويه مجانيه بحال الناس مثلا ديال السكري، كيمشيو كياخدوا الدويات ديالهم من المراكز الصحيه مجانا مجانا، وزيد عليها التلقيح ديال الدراري الصغار، وزيد والمراه الحامل، وزيد هادشي كلها. هادشي كله يعني هي منجزات اللي دارها المغرب واللي ما كيعترفوش بها. هرقاوه ملي كيهضروا معاك على المغرب 1980 اللي كان في أزمة كبيرة، واللي كان يستنزف عن طريق حروب مفتعلة باش يبقى مستنزف، باش عمرو ما يهز الراس. عاش سيدنا أمير المؤمنين. فبالنسبة لي أنا شخصيا يعني كنعرف أنه الحسن الثاني رحمه الله كان ملك عبقري واللي قدر أنه يحافظ على الوحدة الترابية للمغرب، وأنه يسترجع يعني الصحراء وداك الشيء في واحد الظروف قاسية. جات واحد الظروف كانت قاسية، واللي كان العدو ديالنا كانت قوة بسبب يعني المحروقات والمدخولات ديال المحروقات، وكان أيضا هناك دعم كبير مثلا من القذافي، من فرنسا، من إسبانيا، دعم لإضعاف وتقسيم المغرب. يعني واحد الوقت كان صعيب بزاف، ولكن مع ذلك كيبقى بالنسبة لي الإنجازات وما فعله سيدنا الله ينصره محمد السادس، الله يطول ربي في عمره ويشافيه، يعني أكبر بكثير مما فعله والده المرحوم الحسن الثاني. وهذا رأي شخصي تماما. بقي عندنا واحد المشكل، هو أنه ملكنا الله ينصره هو شخص طيب جدا ومتسامح جدا، ويعني كيسبوه وكيطاولوا عليه الشميت، ومع ذلك يعني ما كيعاقبهم، ما حتى شي حاجة مخليهم أنهم ينبحوا، أنهم يديروا اللي بغاو. وهنا غادي نذكر الصين. في 1980 ولا في الثمانينات كانت الصين فقيرة جدا، كانت ربما أفقر من المغرب. والصين دابا ما شاء الله كيخافوا منها اقتصادات ديال العالم، والدول الكبيرة كتخاف من ما وصلت إليه الصين. في الصين عندها فلوس ما عرفت شنو دير بهم، لدرجة أنها دابا ناضت كتشجع على الولادات، وأي طفل زاد غادي تعطي للأسرة ديالو $500 شهريا. يعني الصين هي دولة، ما هي دولة ديمقراطية لا حتى شي حاجة. الصين هي دولة يتم انتقادها كثيرا بسبب حقوق الإنسان. داكشي كنعرفوه أن داكشي غير لي باتون دون لي غو اللي كيديروا لها الغرب، ولكن الصين وصلت لما وصلت إليه، والتنظيم والجدية ديال المواطنين وديالها وداك الشيء وصلت إليه، مع أنها دولة كيف كيقولوا ليست دولة ديمقراطية وما عندهاش بزاف ديال حقوق الإنسان، لأنه في الأخير كتلقى أن هذيك حقوق الإنسان فوق القياس، فهي تفسد المواطن وكتخرج لك بزاف ديال الهرقاوة اللي كيبقاو يصدموا في التبصيل، بحال هاد هرقاوة اللي عندنا، منهم هادوك الكوفيون، منهم هذاك الإفك والبهتان، جماعة الإفك والبهتان، منهم هادوك اليسار المخصي بحال هذاك عزيز الرخيص وأوي حمار وهناوي وزيد، ومنهم هرقاوة ديال فيسبوك، منهم الهضراوي، منهم بوغريسين وزيد عبد المؤمني. هادوك اللي كيف قلت أنه كيصدموا في التبصيل. فشوية ديال الحزم غادي يكون مزيان بزاف للمغرب وللمغاربة ولمصلحة المغرب. نتوما خليوا لي الآراء ديالكم في التعاليق. شكرا بزاف وإلى اللقاء.